تعال 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 يا زيطة، لو أنت رجال تعال. حاول تهدى يا سفاري، كمان سهران خارج من كرش الحوت. الترقية أنت جلس بقبق من عندك ساعة المكارف بس. يا سفاري ورب الكعبة لو وقيتولك ما برحمك. مش تعمل قد أنا أقول لك من أول أنا أتحديك، هي أنا أتحديك يا زيطة. يا جماعة سكتوا ظلم القف، رب الكعبة مش يتحمل بظلمه. حرام ما تقدر تعمل حاجة، أنت حق هدرة بس. لو أنت رجال تعال، ما معك إلا الهدرة يا حبيبي. يا جماعة اشهدوا علو. عاد أنا مسعتوبة خلي بالك طول ولا نسيت. بازيد اجيب له فرصة ثانية، حاول يهدى ولا قد انا بقوم اتمطر بطمي الطار. هي أنا أتحديك يا زيطة. انا داري انه ما شهد الا لما اروح اكسر له الناموس حقوضه وشهده. أجا ربنا ما يحرمناش، ربنا ما يحرمناش أمان اللوجا. أين راحة؟ أين طرحته هنا؟ والله ما أنا طرحته هنا، مش وقت وما تختفي في الساعة. الفهي داي حصلته. اجلس يا زيطة اجلس. اجلس يا حبيبي، شنو بصير مش تعمل؟ ابردي يا سلطة ابردي يا كرش الحوت. بوز يا سفاري سع الناس، رب الكعبة ما برحمك علشان تكون تبطل تتحدينا. هات الورق. أنا واثق من حبكم من دعمكم لنا، شاركنا بأحلى لايك، واللي مش مشترك اشترك. يا صالح تتهبل، ايش دعوة القبل؟ هو اللي يسب لي ويهددنا إذا ما قتلتوش رماح ومفصع قلبه يقتل ابني. تقولوا الآن كل أوام. يا فندم رماح كان صديقي وكان واحد مننا، ما بقدرش اقتله. نكتب يا صالح، أنت عبد موتك. احنا كمان حيرو يا صالح. دون يا مفصل. غريبة، تقول ايش دراهم بمكاننا؟ هذه قوة كبير واجي لنا مخصوص. كيف ما نعمل يا رماح؟ رماح أنا داري إنك تسمعنا أنت والمفصع، وبحق العيش والملح يا رماح بقولها مرة فقط، اطلق سراح الرقم الآن بسرعة. ما لكم تخبيتم 7 دقائق؟ إذا أطلقوا رصاصة واحدة بيسهلوا علي المهمة كثير. سالم طلق سراح الرقمة. مالك يا رماح والله ما تفكروا، حرام لو اقتلوه وانتقم من السفارين. سريع يا سالم، افتح الرقمة خليه يمشي. مالك كم مفقع يا رماح؟ افهم يا مفصل، أنا لا يمكن أرفع سلاحي على زملائي، ما ينفعش نقاتل البعض مهما كان حتى لو أخسر حياتي. هات السلاح وربي لخلص عليهم. اجلس هناك ولا اسمع لك نقص، وربي انكم بتموتوا كلكم. هم الآن يشون نطلق حتى رصاصة واحدة. أعرفك يا رماح، لا يمكن ترفع سلاحك علينا. آخر أمل لي إن المفصع يتهور. رماح سلموا أنفسكم أنتوا اللي معك، وأي حد بيقاوم بيكون مصيره الموت. ما فيش معانا حل غير نسلم أنفسنا. جننت والله ما أسلم نفسي. سلموا أنفسكم يا عيال بدون أي مقاومة. هذا أنا جالس هنا لحالي وتحدي واحد يجي. عباقي المفصع يا رماح وينه؟ هذا هو ابن الكلب.
الله على ورطة وقعت في بها يا صالح، ليتهم قاوموا. دائما يا رماح تورط نفسك تورطنا معك. أنت داري معي أوامر أقتلكم الآن أو بيقتلوا ابني. شفت لا وين وصلتنا بتهورك. أداه اتصل الجبل. ألو معك يا جبل. عادنا ما حصلتوهمش يا جبل. أمانة تشوفنا مباشر. والآن يا جبل شوفنا. حركاتك يا سامر، عامل غلاف ميري للتلفون ها؟ ولا يهمك يا جبل، مالك إلا اللي يرضيك. اللي واقف يموت هو الخاين. السلاح اللي كنت تستخدمه مع الناس اليوم بيختلف ضدك. أنا تسبلي وتهددنا، والله إننا واجيلك يا جبل، واليوم نهايتك على يدي. أنا رايح الجبل إن شاء الله حتى لحالي، ما حد مغصوب، الكل حر، اللي يشتي يجي واللي ما يشتي يروح له. نزلوا يداتكم يا عيال. وابنك يا صالح؟ ابني كان مخطوف مع واحد من رجاله، وجاء اتصال قال فاعل خير دلنا على مكانه وقبضنا عليه، والحمد لله ابني الآن بمكان آمن. الحمد لله على سلامته. أخيرا صحيت يا صالح، كم لي منتظر هذه اللحظة. أنا معك يا فندم. وأنا معاكم. وربي لتموتوا كلكم، الجبل ما يرحمش. فأنت معانا يا رقمة؟ إذا فكرتم تروحوا للجبل بتلاقونا هناك حموه، وضحي بحياتي من شانه. متأكد يا رقمة؟ طيب لحظة، كسمع التسجيل هذا؟ ها؟ لا ولا يهمك يا جبل، ما يجي المغرب إلا ورقمة عندك. ومن خلقنا نقلق على الرقمة يا حيوان؟ ما فيش داعي للغلط يا جبل. أنا بس مشتيش راسي يكبر بالمدينة. قلق على الرقمة اللي حصلته قدامك تدلوه. شوف اليوم يا إما رماح ومفصل يموتوا، يا إما ابنك بدالهم. أنا معاكم يا رجال. نزف أجمل التهاني والتبريكات للعريس الغالي فارس عبد الحميد العليمي بمناسبة زفافه الميمون. هذه التهانية مقدمة من أخ العريس الدكتور أحمد عبد الحميد. ألف ألف مبروك وربنا ما يحرمناش.